مؤامره جديده من الاتحاد الدولي على الزمالك، يعني بعد ما انفانتينو بعت لهم خطاب تهنئه ان هم خدوا الدوري. ما شفناش الخطاب، احنا شفنا بس مانشيت اتحاد الكره نزله الخطاب اللي ما حدش شافه والتهنئه. فوجئنا النهارده بخطاب تاني بيقول لهم فترتين ايقاف، فترتين قيد، ايقاف الزمالك فترتين قيد، يعني ما يقدرش يسجل لعيبه لمده فترتين الفتره الجايه بتاعت بدايه الموسم في الصيف وفي يناير، يعني الموسم الجاي كله من غير اي صفقات. فوجئنا بالخطاب بتاع التهنئه ووراه خطاب تاني بتاع ايقاف القيد. فصدمه صدمه، مش عارفين يعملوا ايه. هتخش الموسم الجاي بنفس اللعيبه اللي عندك ده، لو ما بعتش منهم حد هتروح دوري الابطال بنفس اللعيبه اللي عندك ده، لو لعبت دوري الابطال برضو بعد ما مش عارفين اتحاد الكره هيديك الرخصه ولا لا. بس ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ انا اقول لك اللي هيحصل. الزمالك مش هيدفع 7 مليون دولار. مش هيدفع 7 مليون، مش هيدفع 7 مليون دولار. هيدفعوهم ليه؟ هو دلوقتي كان هيدفعهم عشان يفك القيد ويجيب اللعيب ده. هم قالوا للجمهور وهيقوم ان احنا هنفك القيد ونعمل صفقات جديده، واحمد عبد القادر ومصطفى محمد ومش عارف مين ومين، وبنوا احلام كبيره وعاشوا اللحظه. بس دي صفقات جوه دماغهم، يعني صفقات جوه دماغهم في عالم الموازي بتاعهم. لكن على ارض الواقع مفيش بلح، مفيش اي حاجه، مفيش صفقات. عندكم اتنين ايقاف قيد، مش هتعرف تجيب لعيبه. الزمالك مش هيدفع، مش هيدفع 7 مليون دولار. يدفعهم ليه؟ هم كاداره بيسربوا للاعلام، الاعلام بيوجه الجمهور، بيعرفوا يعيشوا على الحجج وجو المظلوميه والشماعات اللي بيعلقوها. فالاداره هتسرب لهم واحده واحده. مش فيش فلوس، الابلكيشن باظ، 6 مليون دولار جمعنا منهم 2.5 بس، باقي 4 مش عارفين نجيبهم منين. الوقت ازف، ما لحقناش. اتحاد الكوره مؤامره من اتحاد الكوره، مؤامره من الاتحاد الافريقي، مؤامره من الاتحاد الدولي، بيحرمونا من الصعود لافريقيا، بيحرمونا، خايفين ناخد افريقيا، خايفين نصعد كاس العالم، هناخد كاس العالم. حرمونا وحرمونا حرمونا، شماعات ورا شماعات ورا شماعات. وهم عارفين جمهورهم غاوي كده وبيحب جو الشماعات ده و... ومعلم فيها. جمهور الزمالك مش الجمهور اللي يضغط على ادارته عشان يحل ويدوس على الاداره ويضغط على النجوم الكبار اللي بتوع النادي. لا، هم جمهور عندهم قابليه، وعندهم من جوه نفسهم بيحبوا جو المظلوميه والشماعات، ان هم دايما مظلومين ودايما عندنا مؤامرات وكنا هنعمل والله، وكل ده عشان تصعدوا الاهلي ومش عارف ايه وايه وايه وايه. الله يكون في عونهم. فمش هيدفعوا، مش هيدفعوا الفلوس. والفتره الجايه هتسمع تسريبات كتيره، وان هم يهيئوا جمهورهم ان هم يعيشوا بقى على جو الشماعات وتسريب الاخبار اللي هتحصل عشان ما يدفعوش. وفي الاخر يقول لك ده احنا مظلومين وملقناش وخدوا مننا الارض وقفلوا علينا مش عارف ايه وخرجونا من الكونفدراليه وخدنا الدوري. ده كله عشان خدتوا الدوري. المؤامرات دي كلها معموله عليكم عشان خدتوا الدوري. يقول لك ايوه احنا عشان خدنا الدوري كله وقف ضدنا وكله داس علينا وكله 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 وكله. فخلينا نشوف اللي هيحصل. بس هو مش هيدفعوا الفلوس، والفتره الجايه هنلاقي في صياح كتير وقلق كتير ودوشه كتير. ولك الله يا زمالك، لك الله يا زمالك، والله هتعمل ايه؟